السلام عليكم. حلقة اليوم مع الأسطورة هاري وين اللي عطانا من خلال قصته دروس في الحياة وكيفاش بالأمل والإصرار على النجاح أنك تقدر تحقق أحلامك واخا تبان لك مستحيلة. هاد القصص كتنطبق على بزاف ديال الناس اللي تقاتلوا وحققوا أحلامهم، ومن بين هاد الناس كنلقاو الرجل الأعمال الأمريكي هاري وين اللي قدر يحقق ثروة كبيرة وغير من الزبل بعد ما كان اختار المخاطرة والاستثمار في هذا المجال. كان كيخدم فيه كخدام عادي وبصالير ناقص بزاف ما يقدرش يكمل ليه حتى الشهر. تزاد هاري وين في عائلة فقيرة من أصلها من هولندا. هو تزاد في شيكاغو الأمريكي عام 1937 وعاش واحد الطفولة اللي صعيبة بزاف. كان بوا قبيح وكيضربو ومقدرش يكمل قرايته بسبب الظروف المادية اللي كانوا كيعيشوا. خرج من المدرسة وهو في عمره 15 سنة باش يعاون عائلته في المصاريف العيش، وخصوصا ملي طلق بواه ولا هو المسؤول عن عائلته في السن صغير، تقريبا كنقولك 15 سنة في عمره. وخدم هاري في بزاف ديال الخدامي بحال شيفور، خدم في لي ستاسيون ديال الغازوال، ودفع الخدمه مع الجيش الامريكي باش يقدر يوفر واحد المدخول شهري مستقر، وتقبل وبدا الخدمه معاهم، ولكن ما قدرش يكمل وخرج من الخدمه ومازال ما كمل حتى العام الاول معاهم. وبدا عاوتاني كيقلب على خدمه جديده وتقبل مع شركه كيخدموا في جمع الازبال في مدينه شيكاغو. وهنا فين غادي تبدا القصه ديال نجاحه. خدم معاهم شيفور ديال الكاميو الزبل، هو اللي كان كيتواصل مع الكليان ديال الشركه. داز مده ديال عامين تعلم مزيان لهاد الحرفه. هنا بدا كيفكر انه يفتح الشركه ديالو في هاد الدومين، ولكن باش يطبق هاد الفكره كانت صعيبه عليه بزاف. كانت صعيبه من ناحيه الفلوس، ما عندوش، وزيد عليها المصاريف ديال العائله، وخصوصا في هاد الوقيته كان مزوج وعنده الاولاد. وبقى كيفكروا في هاد الفكره لمده طويله، وبالضبط في العام 1962 قرر هاري انه يغامر ويبدا في المشروع اللي كيفكر فيه. باش قدم الاستقاله ديالو وتسلف من عند نسيبو بات مارشو $5000 باش يشري كاميو صغير فاش يولي يهز الزبل. نيت داكشي اللي دار، شرى الكاميو وبدا الخدمه. هو اللي كيدير كل شيء، ما خدم مع حتى شي واحد. كان كيعرف يهضر مع الكليان وقدر يدير الكونطرا مع بزاف ديال الناس باش يولي يجمع ليهم الزبل ديالهم من الدار. ومع الايام كبرات الشركه وخدم مع بزاف ديال الموظفين، وفي مده قصيره ولات سميت شركته المعروفه بشكل كبير. هنا قرر يوسع المشروع ديالو وضم الشركه ديالو لشركه صاحبه اللي كان خدام حتى هو في نفس الدومين. سنه 1998 ولات سميت الشركه واست مانجمنت، ولات اشهر شركه في الولايات المتحده الامريكيه. من بعد ولا كيضم عدد كبير ديال الشركات الصغار اللي في نفس الدومين لشركته. ولات اكثر من 130 شركه تابعه لشركته في بزاف ديال المدن والولايات. في سنة 1971 ارتفعت القيمة ديال الأسهم الشركة في البورصة، ولات أرباح الشركة كتقدر بالملايين الدولارات، وصلت ل 82 مليون دولار، وهادشي كامل في المدة ديال 10 سنين فقط. ومن فكرة اللي كانت كتبان بسيطة في البداية، في هاد الوقيته وصل عدد الموظفين الشركة إلى أكثر من 60,000 عامل و600,000 كليان. من بعد ما ولا صاحب أكبر شركة ديال الزبل وقدر يحقق ثروة اللي كبيرة في هاد الدومين، قرر هاري وين يبيع الشركة ويستثمر في مجالات أخرى، ودخل على تحديات جداد. فمشى استثمر في شركة بلوك باستر فيديو مختصة في المجال ديال الكاسيت. هذوك الكاسيت ديال المسجلات القدام اللي عقلتوا عليهم كانوا في ديك الوقيته طوندونس مشهورين. وهاد الشركة اللي استثمر فيها كانت مازال صغيرة، كانت يلاه تأسست، وهذا الشيء كان في العام 1984. هو راه استثمر مع رجال أعمال آخرين ب 18 مليون دولار، ولا رئيس مجلس إدارة الشركة اللي كانت في ديك الوقيته كتملك 8 ديال المحلات البيع فقط في مدينة شيكاغو. من بعد شرى حصص ديال المستثمرين اللي في الشركة، وطلعات قيمة ديال الشركة في البورصة، وفتح 19 فرع آخرين في بزاف ديال الولايات في أمريكا. وهادشي كامل في المدة ديال عامين فقط. بدا هاري كيفكر بعيد وبغى يوسع الفروع ديال الشركة، وبدا كيفتح فروع جديدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. فتح أكثر من 3000 فرع في 10 ديال الدول مختلفة في العالم. في عام 1994 دار نفس الطريقة اللي دار لشركته الأولى ديال الزبل، مشى باعها بصفقة خيالية كتقدر أكثر من 8 مليارات دولار، وخدا الفلوس واستثمرهم في مجالات جداد. من بعد ما ولا مليونير ولا عنده
في البنكة الملايين الدولارات. في عام 1996 نشأ شركة جديدة مختصة في بيع السيارات وسماها أوتونيشن، وقدر يطورها وفتح بزاف ديال الفروع في أمريكان، وصل عدد ديال فروعها ل 370 فرع. من بعد مشى يستثمر في الفنادق ودار سلسلة ديال الفنادق كبار في أمريكا، وصل العدد ديالها ل 500 فندق. من بعد باع بأموال خيالية في عام 2004. كل مرة كيجرب مجال جديد وكياخد تحديات ومغامرات جداد، وخا ما تكونش عنده المعرفة كبيرة بداك الدومين، هو ولات عنده الخبرة كيفاش يقدر ينجح ويطور المشروع وخا يكون بسيط. تخيل معايا مشى شرا أندية ديال الرياضة في أمريكا، ومن بعد باعها بأضعاف ديال ثمنها باش شراها النهار الأول. ولات الثروة كتضاعف عام ورا عام حتى ولات عنده الثروة اللي كبيرة بزاف، وهادشي خلاه يعاود يرجع الدومين اللي بدا به النهار الاول، وخلاه يكون من اغنياء امريكا في ذاك الوقيته. نشأ شركه جديده ديال الزبل عاوتاني ودمجها مع شركته الاولى اللي كانت عنده وكتعتبر الاولى في الولايات المتحده الامريكيه. وهاد سلسله النجاحات الطويله اللي حققها في العالم ديال الاستثمار في بزاف ديال المجالات كانت في الاول وفي الاخر هي الشركه ديال الزبل. ومات هاري في عام 2018 وفي عمره 81 سنة. خلى وراه ثروة كبيرة وقصة نجاح زوينة اللي عامرة بالتحديات والصعوبات والنجاحات، واللي عطاتنا دروس كثيرة في الحياة وممكن تكون سبب في تغيير بعض الناس آخرين. نتمنى تكون عجباتكم هاد القصة. تكتبوا لي في الكومنتير شنو القصة اللي بغيتوني نعاود لكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.